ساعات كتير بتحس انك بتعمل كل حاجه صح وبرضه ما بتوصلش. اهلا بيك يا صديقي في بودكاست النفساني مع خالد عبد المنعم. النهارده هقول لك السر اللي محدش هيقوله لك، لان اغلب الناس اللي نجحت ما كانتش تعرف. معظم الناس فاكره ان النجاح ده مجهود وبس، او خطوه بتيجي بعد ما كل حاجه في حياتهم بتستقر. لكن علماء النفس ساعدونا في ده. زي ما ماسلو قال ان النجاح له احتياجات على شكل هرم، ولما تيجي تبص حواليك تعرف ان الناس اللي نجحت وهي عند اخر الهرم، ما كانتش فوق. النجاح مش محتاج تبقى كامل، النجاح مش محتاج كل حاجه موجوده عندك مره واحده، النجاح محتاج منك شويه وعي. ادراكك لاحتياجاتك هي اول خطوه لطلوعك للهرم، او ان نمط تفكيرك هو اللي بيموت نجاحك، زي ما قال العالم ديبونو، لان عقلك بيشتغل بانماط، ولو فضلت تفكر بنفس النمط عمرك ما هتوصل لنتيجه جديده. طب تعال اقول لك ازاي يبقى عندك نمط صح في تفكيرك، وتعال نطبقها على النجاح. لازم تبقى عارف ان نمط تفكيرك اللي بيهدك انك تقول لنفسك انا مش جاهز، مش وقته، ما عنديش الامكانيات، ما عنديش الموارد. لكن ديبونو قال ان في انماط 6 للتفكير على شكل طاقيه، كل طاقيه بتدي لك طريقه في تفكيرك. لما تلبس الطاقيه البيضاء بتسال نفسك ايه اللي عندك ومش عند غيرك. لما تقلع الطاقيه البيضاء وتلبس الطاقيه الصفراء بتسال نفسك ايه الفرصه الصغيره اللي ممكن تستغلها وتبدا منها. تقلع الصفراء وتلبس الحمراء وتسال نفسك ايه اللي انا خايف منه ان يحصل. تقلع الطاقيه الحمراء وتلبس الطاقيه الخضراء وتبدا تشوف الطريقه الابداعيه، انك تبدا تسال نفسك ايه الفكره الجديده اللي تنطلق منها وتتميز عن غيرك. الفكره ان النجاح بيحتاج زحزحه في التفكير قبل اي خطوه ما بتعملها. النجاح الحقيقي يا صديقي انك تكون مدير ناجح لدماغك، لان النجاح ليه بدايه صعبه بس ملوش نهايه. على فكره مخك بيحب الروتين حتى لو بيضرك، وبيكره التغيير حتى لو هو هينفعه، لان الانسان اللي فاهم نفسه وبيفكر بشكل واعي بيكسر الحاجز اللي بيقف في طريقه. يعني لو سالتني ايه هم اهم اسرار النجاح، اقول لك هم اتنين: اعرف نفسك واحتياجاتك، وغير طريقه تفكيرك وبس. تخيل معايا انك جمعت الاتنين، تبقى عارف ناقصك ايه واحتياجاتك، وعارف تفكر بطريقه تطلعك لفوق. وده بالظبط سر النجاح اللي بيستعمله ناس كتير من غير ما ياخدوا بالهم. زي واحد كل يوم يقول انا لما استقر هبدا، انا لما استقر هبدا، فضل يستنى الاستقرار 4 سنين وما جاش. في واحد تاني بدا، كان متلخبط، كان متخبط، بس كل يوم كان بيلبس طاقيه مختلفه. اديله كذا نمط في تفكيره، مره يحسبها، مره يجرب، مره يصبر، وبعد سنه لقى نفسه فوق. مش لانه احسن، هو عارف هو واقف فين في هرم احتياجاته وقدر يطور من احتياجاته وغير الطريقه اللي بيفكر بيها. لازم تبقى عارف يا صديقي ان كل نجاح كبير بيبدا بفكره صغيره، كل فكره صغيره بدات من دماغ فكرت في جديد. لو سمعت كلامي وجمعت الطريقتين دول هيبقى النسخه اللي عمرك ما توقعتها عن نفسك. قوم دلوقتي وقول لنفسك انا مش هستنى الظروف، انا اللي هعمل الظروف، انا هغير طريقه تفكيري واشوف اللي ناقصني، ومن هنا بتبدا حاجاتك وقصتك. اشوفكم دايما في نجاح.